السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ معاكم مس ايه ان شاء الله. هديكم انجلش السنة دي. عايزين نبقى مركزين كده مع بعض، وان شاء الله الدنيا سهلة وزي الفل والمنهج جميل، وان شاء الله نتبسط مع بعض. تمام. تعالوا كده نبدأ نقول بسم الله ونشوف اول يونت معانا اسمه ايه. عندنا اول يونت اسمه the five senses. يعني ايه the five senses؟ هي الحواس الخمسة. طبعا احنا عارفين we have five senses. we have five senses. ايه هما الفايف سنسز يا ميس اللي عندنا؟ عندنا اول سنس اللي هي التيست اللي هي حاسه التذوق، عندنا بعد كده التاتش اللي هي حاسه اللمس، عندنا الهيرنج اللي هي حاسه السمع، وبعد كده عندنا السايت اللي هي حاسه الابصار، وبعد كده السميل اللي هي حاسه الايه؟ الشم. تمام؟ حاسه الايه؟ الشم. تمام؟ اول حاجه حاسة التذوق اللي هي التيست. we taste with our tongue. we taste with our tongue. يعني احنا بنتذوق بالسنة. يبقى tongue اللي هو اللسان. يبقى دي بالنسبة لحاسة التذوق. هنا بعد كده نمبر 2 حاسة التاتش. تاتش يعني اللمس. we touch with our hands. excellent. we touch with our hands. يعني احنا بنلمس بايدينا. هنا بعد كده الهيرنج. هيرنج يعني حاسه السمع. بنسمع بايه؟ we hear with our ears. طبعا احنا في ناس عندنا شطار كتير جدا وعارفين الحاجات دي. we hear with our ears. excellent. بعد كده عندنا حاسه الابصار اللي هي السايت. we see with our eyes. excellent. يبقى احنا بنشوف بايه؟ بالايز. بالايز. we see with our eyes. بعد كده حاسة الشم اللي هي السميل. we smell with our nose. we smell with our nose. excellent. تمام. يبقى احنا كده عندنا الفايف سينسز بتوعنا. تمام كده؟ تمام. عندنا هنا كلمات تانية نركز مع بعض. fire يعني حريق أو نار. smoke يعني دخان. smoke. amazing يعني رائع أو مذهل أو مدهش. amazing. voices اللي هي أصوات بشرية، أصوات البشر، أصوات الإنسان يعني. اسمها voices. tongue. this is my tongue اللي هو اللسان. tongue. بعد كده لذيذ الطعم اسمه delicious. this food is delicious. it's yummy يعني طعمه حلو. delicious. تمام. عندي students يعني طلاب. beautiful جميل. beautiful. school garden حديقة المدرسة. school garden. music موسيقى. music. soft يعني ناعم. soft. colorful يعني ملون. colorful. children يعني أطفال. children. bird singing يعني غناء الطيور. butterflies يعني فراشات. shapes يعني أشكال. shapes. hard يعني صلب أو خشن. hard. classroom حجرة الدراسة. classroom. excellent يعني رائع أو ممتاز. excellent. great يعني عظيم. huge يعني ضخم. very big. loud noise ضوضاء صاخبة. situations مواقف. وعندي world يعني عالم. تمام. عندي تصريفات الافعال او conjugation verbs. ده مهم جدا وموجود معانا في كل درس. يعني ايه تصريفات افعال؟ يعني انا عندي فعل في المضارع وفعل في الماضي. تمام. طيب انا عندي بقى لما اجي اصرف الافعال عندي افعال regular دي يا ميس يعني ايه؟ يعني منتظمه. يعني ايه يا ميس منتظمه؟ يعني ينفع احط لها دي او اي دي او اي دي. وعندي افعال irregular يعني افعال غير منتظمه، يعني ما ينفعش احط لها ولا دي ولا اي دي ولا اي دي. امال اعمل ايه يا ميس؟ احفظها زي ما هي. تمام. يعني طيب تعالى نشوف بقى مع بعض. عندي كلمة verb use يعني يستخدم. تمام. الماضي بتاعه أو الباست بتاعه إيه؟ used. excellent. حطيت له دي عشان هو آخره إيه؟ حطيت له دي. عندي taste. taste احنا واخدينها فوق يعني تذوق. الماضي بتاعها أو الباست بتاعها tasted. تمام. excellent. touch يعني يلمس. touch. الماضي بتاعها touched. try يعني يحاول. الماضي او الباست بتاعها try. تعالى نشوف الirregular او الافعال الغير منتظمه. hear يعني يسمع. صح كده؟ hear. we can hear with our ears. يبقى hear يعني يسمع. الماضي بتاعها heard. find يعني يجد. find. الماضي بتاعها found.
sing يعني يغني، sing الماضي بتاعها sang. understand يعني يفهم، الماضي بتاعها understood. تمام. عندي important expressions و prepositions اللي هي تعبيرات وحروف الجر المهمه برضو معانا في كل درس ومهم جدا. learn about يعني يتعلم عن. stay safe. stay safe يعني آمن. stay safe يعني يبقى آمنا. what a beautiful day. what a beautiful day يعني يا له من يوم جميل. talk about. talk about. talk about يعني يتحدث عن. تمام. هنا جايب لك كلمات ويقول لك اعمل لي بيها sentences، يعني حطيها في جمله. جايب لك كلمتين مثلا senses و understand. senses يعني ايه؟ يعني الحواس بتاعتنا، و understand يعني يفهم. هو يقول لك ايه بقى السنتنس اللي عندي؟ senses help us understand the world around us. يعني ايه؟ يعني الحواس دي بتساعدنا ان احنا نفهم العالم حوالينا. طب تعالى نشوف هنا الهيرنج والسينجينج. يعني ايه هيرنج؟ اكسلنت السمع، وسينجينج يعني الغناء. تمام. هنا we use الجمله بقى بتقول ايه؟ we use our sense of hearing to hear bird sings. يعني احنا بنستخدم الحاسه بتاعت السمع بتاعتنا عشان ايه؟ عشان نسمع hear. نسمع مين؟ birds الطيور وهي بتغني. تمام كده؟ stay safe يعني يبقى آمنا. senses help us stay safe. الحواس دي بتخلينا ايه؟ نبقى آمنين. stay safe. تمام كده؟ وسموك وفاير. سموك يعني دخان، فاير يعني حريقه. طب ندخلهم يا ميس ازاي في جمله؟ نعمل جمله مفيده بيهم ازاي؟ نعمل ايه؟ نقول جمله if we smell smoke. لو احنا شمينا السموك اللي هو الدخان we know there is a fire. بنعرف ان في fire يعني حريقه. اكسلنت. تعالوا نحل يلا مع بعض كده نشوف هنعمل ايه. sight. نخلي بالنا السايت الجي والاتش سايلنت مش بنطقهم. sight hearing. sight اللي هو حاسه البصر، والهيرنج السمع، والتيست التذوق، and the touch اللمس. كل دول are our هل jobs senses toys ولا machines؟ مين شاطر عارف؟ excellent. senses يعني ايه مش senses؟ الحواس بتاعتنا. رقم 2 I ate food with my tongue. انا بعمل ايه في الاكل بلساني؟ بعمل ايه؟ هل سي ولا هير ولا تيست ولا تاتش؟ excellent. taste يعني مش taste نتذوق الاكل بلساننا. tongue with my tongue. when I eat things I know if it's soft or hard. لما انا بعمل ايه في الاشياء بعرف اذا كانت هي soft ولا hard خشنه. بعرف اذا كانت ناعمه ولا خشنه. لما بعمل ايه في الاشياء؟ smell ولا touch ولا hear ولا learn؟ excellent. touch لما بلمس الاشياء. Number 4 I can hear. أنا أقدر أسمع loud إيه in the street. بسمع إيه في الستريت في الشارع؟ حاجة بتبقى صخبة كده وضوضاء. ضوضاء يعني إيه؟ noise. noise يعني ضوضاء. تمام. Number 5 can I eat your red flower. can I بقول لك أنت ماسكة وردة جميلة فبقول لك ممكن إيه؟ أشمها. يعني إيه شم الفلاور؟ يعني إيه شم؟ smell ولا hear ولا taste ولا talk؟ excellent. smell يبقى يعني ايه smell؟ يشم. number 6 our amazing senses. يعني ايه senses؟ اتفقنا تاني يعني حواس. الاميزنج senses او الحواس بتاعتنا المدهشه دي الهائله دي help us بتساعدنا ان احنا نبقى ايه؟ اتفقنا امنين. يبقى stay ايه؟ يعني ايه امن هنا؟ busy ولا safe ولا far ولا slow؟ يعني ايه آمن؟ يعني stay safe. excellent. number 7 butterflies. يعني ايه الباترفلايز؟ اللي هي الايه؟ الفراشات. are ايه؟ they have many bright colors. بما انهم عندهم الوان جميله كده كتير colors bright colors الوان زاهيه يبقى هم مالهم؟ delicious ولا hard ولا colorful ولا scary؟ حتى من اسم colors يبقى هم colorful. excellent. يعني colorful يعني ملونين. تمام. I touch with my دي سهله خالص بقى. I touch with my هل انا touch بايه؟ بلمس بايه؟ ears ولا النوز ولا التنج ولا الهاندز؟ excellent. hands يبقى I can touch with my hand. تمام. number 9 the school library. ايه هي السكول library؟ اللي هي برافو عليكم excellent اللي هي مكتبة المدرسة is a I like visiting it.
هي مالها عشان انا كده بحب ازورها؟ هل هي soft ولا amazing ولا loud ولا noisy؟ soft يعني ناعمه، واميزنج يعني رائعه او مدهشه، ولاود يعني صاخبه او صوتها عالي، ونويزي يعني برضو صاخبه او فيها ضوضاء. يعني سكول اللايبراري دي مالها؟ عشان كده انا بحب ازورها، هي amazing. amazing يعني رائعه مدهشه excellent. تعالوا نقرا مع بعض. هنا بنتكلم على let's talk about our senses. بما اننا عاملين نقول senses يعني ايه؟ الحواس بتاعتنا، فهنتكلم عليها. فهنا Mrs. Mona and the students are talking about the 5 senses. احنا اتفقنا ان احنا عندنا كام senses؟ عندنا 5 senses. excellent. فهنا مس منى بتتكلم مع الطلبه، مع الستودنتس بتوعتها عن ال 5 senses. تمام؟ فهي بتقول لهم good morning children. صباح الخير. What a beautiful day in the school garden. يا له من يوم رائع في حديقة المدرسة. فراحوا بقى يقولوا لها good morning Miss منى. What will we learn today؟ احنا نتعلم النهارده يا مس منى. What will we learn؟ قالت لهم today we learn about our amazing senses. هنتعلم عن الحواس بتاعتنا الرائعة. amazing دي مهمة جدا. amazing that's amazing يعني هذا رائع ومدهش. تمام. فراحت هي بتقول لهم what are senses مس منى؟ ايه هي الحواس؟ ما هي الحواس يا مس منى؟ قالت لهم senses help us understand the world around us. يعني الحواس دي بتساعدنا ان احنا نفهم العالم حوالينا. excellent. بتساعدنا ان احنا نفهم يبقى يعني ايه understand؟ يعني نفهم العالم اللي حوالينا. like sight. هي الحواس بقى اتفقنا؟ زي الsight والhearing والسمell. ماشي؟ فهنا بتقول الولد ده بيقول لها I can hear birds singing. يعني انا اقدر اسمع الطيور singing يعني تغني. excellent. yes that's your senses of hearing. فهي بتقول له ايوه ده انت بتستخدم الحاسه بتاعت الهيرنج، يبقى السمع، صح كده؟ او السمع. what else can we use؟ بنستخدم تاني؟ قال له I can smell the flowers and see the colorful butterflies. بقدر اشم الزهور وبشوف الكالرفول butterflies اللي هي الفراشات الملونه. تمام؟ فراحت بتقول له excellent سلمى. بتقول لها يا سلمى برافو. those are your senses of smell and sight. احنا قلنا حاسه دي smell يعني حاسه الشم، والsight قلنا GH ما بنطقهاش، يبقى sight اللي هي حاسه البصر. تمام؟ senses also help us to stay safe. وقلنا الجمله دي مهمه، ان احنا السنسز also help us stay safe، ان هي بتساعدنا ان احنا نبقى امنين. excellent. فهنا الولد بيقول لها مسز منى how do our senses help us stay safe؟ ازاي يا مس منى الحواس بتخلينا نبقى امنين؟ safe. ركز في الكلمه دي مهمه، safe. فراحت بتقول لها that's great. هي بتشرح له بقى ازاي احنا الحواس دي بتخلينا safe. فهي بتقول له that's a great question. يعني يا له من سؤال رائع، وده سؤال كويس جدا يا احمد او سامي. for example if we smell smoke. لو احنا شمينا السموك اللي هو الدخان we know there is a fire. طبيعي لو احنا شمينا دخان سموك يبقى there is a fire، يبقى في حريقه، يبقى احنا كده لازم نشوف حل، لازم نعمل حاجه، يبقى احنا كده بنشوف نفسنا ان احنا لازم نبقى امنين to stay safe. right؟ تمام. تعالى هنا the opposite. تعالى نحل دول. the opposite of the underlined word safe. يعني ايه the opposite يا ميس؟ عكس كلمة safe dangerous. excellent. safe يعني آمن. طب dangerous يعني خطر. فدي عكس دي. تمام. number 2 the underlined word amazing means يعني تعني amazing يعني wonderful ولا tired ولا free ولا sad؟ wonderful دي يعني رائع او جميل او مدهش او مذهل. يبقى انا عندي كلمتين زي بعض amazing and wonderful have the same meaning. تمام؟ يعني نفس المعنى amazing and wonderful. excellent. تمام؟ تعالى نسمع كده. I taste delicious food with my tongue. I taste يعني تذوق delicious food الطعام الصحي، الطعام اللذيذ with my tongue. excellent. number 2 I touch soft and hard things with my hands. أنا بستمع
انا بلمس الاشياء الايه الناعمه او الخشنه بايه؟ with my hands بايدي. I smell flowers بشم الورد in the garden في الحديقه with my nose بالانف. Number 4 I hear music and voices with my ears. انا بستمع للايه؟ للموسيقى والاصوات بايه؟ بالايرز بتاعتي الاذن. تمام. I see colors and shapes. بشوف الالوان والايه والشيبس اللي هي الشيبس اللي هي الاشكال with my eyes بعيني. تمام. تعالوا كده نحل مع بعض. تعالوا نشوف اللي تشوز كده. we can ايه flowers with our nose. هنعمل ايه بالنوز؟ الفلاورز دي هنعمل فيها ايه؟ هتيست ولا سميل ولا سي ولا تاتش؟ excellent smell. هنشم الورد. Number 2 there is a look at the dark smoke. بقول بص على السموك الدخان. يعني ايه سموك؟ دخان. فبيقول له there is في حريقه. there is a fire. there is a fire يعني في حريقه. عشان كده في dark smoke يعني في دخان كده اسود طالع. تمام. Number 3 this soup is hot. soup اللي هي الايه؟ الشوربه. الشوربه hot يعني سخنه. it hurts my هتؤذي ايه؟ هو هتؤلم ايه؟ التانج ولا النوز ولا النك ولا الفيت؟ الصوب. لما هي سخنه هتأذي ايه؟ excellent tongue اللسان. tongue. Number 4 you use your sense of to listen to music. هو انا يا مس بستخدم انهي سنس او انهي حاسه عندي عشان استمع للموسيقى؟ مين شاطر عارف؟ السميل ولا السايت ولا الهيرنج ولا التاتش؟ excellent hearing حاسه السمع. تمام. تعالوا نشوف دي كده. تعالوا نشوف read and complete. عندي كلمه eyes يعني عينين او العيون. senses الحواس. hear يعني يسمع. touch يعني يلمس. tongue يعني لسان. we have 5 senses. احنا عندنا اتفقنا ان احنا عندنا 5 senses يعني الحواس خمس حواس. they help us understand the world around us. بيساعدنا ان احنا نفهم العالم حوالينا. our is sight والhearing والسميل والتيست and touch. مين our دول كلهم يعتبروا senses. يبقى تمام. يبقى دي number 1. يبقى our senses are hearing وsight وسميل وتيست. we use our ears to احنا بنستخدم الايرز. we use our ears الاذن. بستخدمها ليه يا ميس؟ عشان الايز ولا هير ولا تاتش ولا تانج؟ بستخدم الاير عشان هير. يبقى دي رقم 2. Number 3 we use our eyes to see. we use our to taste. ركز بقى. احنا هنقف لغايه الفول ستوب عشان نبقى عارفين الجمله وصلت لفين. we use our بنستخدم to taste. taste يعني نتذوق. بنستخدم في الحاجات اللي فوق دي عشان to taste؟ excellent. التونج اللي هو اللسان. برافو. we use our hands عشان سهله خالص دي بقى. الهاندز بنستخدمها عشان excellent. touch. يبقى دي number 4. we use our nose to smell. هو عملها لك في الاخر. احنا بنستخدم النوز عشان نشم بيها. تمام. تعالى نعمل كده باراجراف بسرعه كده ونشوف اور سنسز. عايزين نتكلم على السنسز اللي عندنا او الباراجراف. عندي اور سنسز اللي هي الحواس بتاعتنا. اول حاجه عندي كلمه هير. احنا قلنا هير يعني نسمع صح؟ طيب نستخدم نقول وي. يلا استخدم وي او اي. وي يلا هير. احنا بنستوعب with our ears. احنا بنستوعب يا ميس؟ احنا بنسمع باذننا صح؟ طالما الجمله خلصت يبقى بحط فول ستوب في الاخر. we hear with our ears. طب يلا نستخدم السميل. سميل يا ميس اللي هي معناها سميل اللي معناها شم. excellent. يبقى هنستخدمها ازاي؟ نفس الجمله اللي قلناها هنا. احنا قلنا we hear with our ears. نقول we
smell احنا بنشم بايه؟ with our بنشم بايه؟ بنشم بايه سنة رابعة؟ with our nose. excellent. حطينا فول ستوب عشان الجملة خلصت. safe. مين فاكر كلمة safe كان معناها ايه؟ excellent معناها آمن. احنا قلنا ان الحواس بتاعتنا الفايف سنسز بتخلينا stay safe. يلا نكتب الجملة مع بعضينا. the five senses بتعمل ايه؟ بالها الفايف سنسز دي الحواس ديت، الحواس الخمسه دي بالها بتعمل ايه؟ بتجعلنا make us او say help us، بتساعدنا. help us يعني ايه؟ تساعدنا. بتساعدنا ايه يا ميس؟ to stay safe. احنا قلنا safe بيجي معاها الايه؟ الفيرب stay. to stay safe يعني نبقى ايه؟ آمنين. خلاص كده؟ تمام. احنا ممكن بقى نقول، ممكن احنا نزود كمان من عندنا، نقول احنا مثلا استخدمنا الهيروز او السميل. قلنا بنستخدم، احنا قلنا we hear with our ears بنسمع بأذننا، وقلنا we smell with our nose يعني بنشم بايه؟ بالنوز، بأنفنا. ممكن نقول مثلا احنا بنلمس بايدينا. تمام. يلا مين شاطر يقول لي يعني ايه نحن؟ يلا حاجه نحن يعني ايه؟ we. تمام. نلمس يعني ايه يا ميس؟ نلمس touch. excellent. لازم نحفظ الكلمات. نمسحها دي عشان مش باينه قوي. تمام. خلاص. we touch with our ايه؟ احنا هنلمس بايه؟ with our hands. excellent. برافو. خلاص كده الجمله خلصت. حلو كده زي الفل. تمام جدا. حلو قوي الباراجراف، مش اي حاجه خالص، والسنسز جميله. الحواس بتاعتنا عايزين نتكلم على السنسز دي، اجمل حاجه وسهل جدا ان شاء الله. تمام. تعالى نشوف الليسن 2 healthy habits. يعني ايه ميس healthy habit؟ healthy احنا خدنا الكلمه دي قبل كده كتير. healthy يعني صحي، صح كده؟ healthy habits يعني عادات صحيه. تعالى نشوف يا ميس العادات الصحيه اللي عندنا. ايه هي يا ميس الهيلثي هابتس؟ عادات صحيه يعني زي ايه يعني؟ اول حاجه brush teeth. احنا عارفين الاس اتش، مين فاكر بنطقها ايه؟ اس اتش نطقها excellent. برافو. brush teeth يعني يغسل الاسنان. wash face يغسل وشه. wash اس اتش جات لك تاني اهي. wash. محدش ينسى ان اس اتش نطقها excellent. wash face. wake up early. wake up early يعني يستيقظ مبكرا. wake up early. وعندي play sports يعني يلعب رياضة. play sports دي كل دي تعتبر ايه؟ healthy habits. ايه تاني يا مس healthy habits عندنا؟ drink plenty of water. drink plenty of water يعني بيشرب ميه وفيره، ميه كتيره، بيشرب كتير بدل مياه. take a shower بيستحمى، بياخد شاور يعني. تمام. take a shower. do exercise يعني بيتدرب او يتمرن. do exercise. عندي بعد كده وقت الفسحه اسمه break time. energy يعني طاقه. energy. sharp يعني يقظ او منتبه. sharp. خدنا في حاجات كتير فيها اس اتش، هي ما هننساهاش بقى، اللي هي اس اتش وانطقها excellent. strong يعني قوي. strong. mind يعني عقل. mind. fresh يعني طازه. fresh. together يعني معا. again يعني مره اخرى. simple يعني بسيط. brown bread يعني خبز القمح البلدي. brown bread. first يعني اولا. vitamins يعني فيتامينات. sweets يعني حلوى. sweets. sleep يعني ينام او النوم نفسه. late يعني متاخر. after that بعد ذلك. orange juice عصير برتقال. competition يعني مسابقه. vegetables يعني خضروات. sick يعني مريض. مطبخ يعني kitchen. تصريفات الافعال جات لي تاني وركز فيها عشان ده مهم جدا. follow يعني احنا قلنا اتفقنا ان احنا عندنا افعال regular وافعال irregular. منتظم وغير منتظم. منتظم يعني ينفع احط له دي او اي دي او اي دي.
غير منتظم يعني بحفظه زي ما هو. follow يعني يتبع أو يتبع حد، الماضي بتاعها أو الباست بتاعها followed. wash يعني يغسل، الماضي بتاعها washed. brush يغسل بالفرشة، brushed غسل خلاص. enjoy يعني استمتع، enjoyed استمتع خلاص. practice يعني يتدرب، الماضي بتاعها او الباست بتاعها practice. طب مثل الافعال الغير ريجولار او الغير منتظمه، win يعني يفوز، الماضي بتاعها ما بقولش wind، ما احطش فيها دي ولا ايه دي، احفظ زي ما هي won، يبقى win فاز خلاص. wake up يستيقظ، الماضي بتاعها woke up. drink يعني يشرب، الماضي بتاعها drank. take يعني ياخذ، الماضي بتاعها took اخذ خلاص. give يعني يمد او يعطي، الماضي بتاعها gave. grow يعني يزرع، الماضي بتاعها grew. sleep يعني ينام، الماضي بتاعها slept. خلاص كده. البروبوزيشن تاني برضو عندنا والاكسبريشنز اللي هي التعبيرات وحروف الجر المهمه. give energy يمد او يزود بالطاقه. at 10 years old girl يعني فتاة عمرها 10 سنوات. for breakfast وجبه الافطار. between classes بين الحصص الدراسيه. during break time خلال وقت الفسحه. go to bed early ينام مبكرا. plenty of water او plenty of او a lot of معناها الكثير من. take a shower ياخد دش اسمها take a shower excellent. do well يعني ينجح او يؤدي جيدا. stay sharp يكون يقظ او منتبه. do homework عارفينها، do homework يعني بيعمل الواجب. getting enough sleep يعني الحصول على قدر كافي من النوم. make friends يكون صداقات، make friends. at night بالليل. خلاص تمام. تعالى نشوف كده الافعال الاكسرسايز اللي عندنا. she a good habits every day to stay strong. البنت ديت good habits يعني عادات جيده عشان تبقى strong وتبقى قويه. هي بتعمل ايه؟ بتتبع عادات جيده. يعني ايه يتبع؟ يعني stay ولا follows ولا play ولا break؟ يتبع يعني ايه؟ حتى بنقول على الفيس ده عامل لي فولو، او على الانستجرام ده عامل لي فولو يعني متابعه. تمام كده، يبقى انا يتبع يعني ايه؟ او يتبع حاجه معينه فولو. نمبر 2 he ate his teeth twice a day. بيعمل ايه في التيس؟ اتفقنا تيس يعني اسنان، بيغسل اسنانه صح؟ give ولا cook ولا gives ولا cooks ولا brushes ولا exercise؟ brushes excellent. brushes يعني يغسل سنانه. نمبر 3 healthy food gives us ايه؟ الطعام الصحي بيدينا ايه؟ energy ولا sweets ولا time ولا habits؟ بيدينا طاقة excellent energy. نمبر 4 we play games during ايه؟ احنا بنلعب الالعاب during ايه time at school؟ بنلعب امتى؟ اثناء الفسحة صح؟ فسحة يعني ايه؟ مش هنقول عليها break time اهي break. بنقول عندنا بريك دلوقتي، بريك يعني ايه؟ يعني وقت راحة وقت فسحة. تمام؟ نمبر 5 زي ايه؟ فريش فروت اند فيجيتابلز ان ذا جاردن. بيعملوا ايه في الفريش فروت؟ فروت يعني ايه؟ فاكهه. فريش فروت فاكهه طازه، بيعملوا فيها ايه؟ بستاي ولا جرو ولا ليرن ولا ويك؟ تمام جرو. يعني ايه جرو يا ميس؟ يعني بيزرع. نمبر 6 getting enough sleep helps our minds stay ايه؟ ان احنا ننام كويس بيخلي عقلنا ماله؟ شارب ولا ويك ولا ليزي ولا بيزي؟ لسه قايلين العقل لما يكون يقظ منتبه يعني ايه؟ شارب. تمام. نمبر 7 sleeping early ان انا انام بدري، early يعني بدري يعني. exercising ان انا اعمل تمارين. و eating fresh vegetables ان انا اكل خضروات طازجه. are from my healthy ايه؟ دي تعتبر ايه؟ احنا اسم الليسون اللي عندي healthy habits عادات صحيه، يبقى habits يعني عادات. نمبر 8 I do some ايه؟ at the gym every day. بعمل ايه في الجيم كل يوم؟ study ولا exercise ولا meal ولا food؟ بعمل ايه في الجيم؟ exercise excellent. نمبر 9 when you are healthy لما تكوني صحيه او صحي healthy you a well at school you do well. يعني ايه مس do well؟ يعني بأدي جيدا، بأدي بطريقه كويسه. do well. نمبر 10 before going to ايه؟ قبل ما بروح لايه I listen to quiet music to sleep well. قبل ما اروح لايه؟ انا بستمع للموسيقى، كل موسيقى هاديه قبل ما اروح انام.
قبل ما اروح للسرير طبعا، قبل ما اروح انام يعني. تعالى نقرا ماي هيلثي داي. يعني ايه ماي هيلثي داي؟ اليوم بتاعي الصحي، يومي الصحي، يومي الصحي. ساره is healthy 10 years old girl. ساره بنوته صحيه عندها 10 سنين. she follows good habits. بتتبع، قلنا ايه؟ عادات كويسه. follows good habits، بتتبع عادات جيده. every day to stay strong and healthy. in the morning، في الصباح، ساره wakes up early at 6. بتصحى الساعه 6. قلنا wake up يعني يستيقظ. she brushes her teeth. يعني ايه brushes her teeth؟ ها؟ يعني ايه brushes؟ تغسل اسنانها. تمام. and washes her face. وبتغسل face وجهها. next she does some simple exercises in the garden. وبتعمل exercises، بتتمرن في الجاردن، في الحديقة. تمام. for breakfast سارة eats healthy food. بتاكل امتى؟ بتاكل ايه في الفطار بتاعها؟ healthy food. بتاكل طعام صحي. she drinks orange juice. بتشرب ايه؟ عصير برتقال. and eats eggs. بتاكل بيض. and brown bread. قلنا الخبز البلدي بتاعنا ده brown bread. these foods give her energy for the day. الطعام ده بيديها ايه يا سنة رابعة؟ بيديها energy، طاقة. تمام. at school سارة drinks plenty of water. بتشرب ميه كتير. between classes she plays sports with friends during break time. بتعمل ايه؟ بتلعب رياضة امتى بقى؟ قلنا اتفقنا ها at break time اللي هو وقت الفسحة، وقت البريك. in the afternoon بعد الظهر سارة does her homework. بتعمل الواجب بتاعها does her homework. after that she helps her mother in the garden. بتساعد مامتها فين؟ في الحديقة. they grow يزرع. بتزرع ايه؟ vegetables and fresh vegetables together. بيزرعوا خضروات طازجة مع بعض. for dinner في العشاء بقى بيحصل ايه؟ سارة eats lots of vegetables and fruits. بتاكل خضروات كتيرة وفروت وفاكهة. they give her important vitamins. الخضار والفيجيتابلز والفروت دول بيدونا ايه يا سنة رابعة؟ بيدونا vitamins، يعني فيتامينات مهمة جدا. she doesn't eat too many sweets. يعني ما بتاكلش. she doesn't eat ما بتاكلش حلويات كتير. تمام. in the evening سارة takes shower. بتاخد shower و brushes her teeth. بتغسل سنانها و goes to bed early. طبعا بتروح تنام الساعة 8:30. بتروح بدري اهو السرير. she sleeps for 8 hours. بتنام لمدة 9 ساعات. every night getting enough sleep helps her body to stay healthy. احنا قلنا اللي احنا ننام كويس، ناخد وقتنا الكافي من النوم، بيخلي جسمنا healthy يعني صحي. سارah's healthy habits help her feel good. العادات التقليديه، العادات اللي هي الصحيه اللي بتاخدها ديت، اللي هي بتتبعها، بتخليها تحس ان هي كويسه. feel good and do well at school. احنا قلنا يعني ايه do well؟ يعني بتأدي جيدا في المدرسه. she has lots of energy. عندها طاقه حلوه جدا. to learn عشان تتعلم، عشان play تلعب، عشان enjoy her day عشان تستمتع بيومها. خلاص. هنا السؤال هو جايب لك سؤال هو حله، والسؤال التاني احنا نحله مع بعض. ساره does exercise in the ايه؟ بتعمل اكسرسايز فين؟ في الجاردن. for breakfast هي كانت بتشرب ايه؟ ساره درينك ها؟ درينك تي ولا اورنج جوس ولا ميلك ولا كافي؟ هي قالت كانت بتشرب ايه؟ ها؟ excellent اورنج جوس. تمام كده. هنا البريزنت سيمبل احنا عارفينه اللي هو المضارع البسيط. المضارع البسيط يعني ايه مش مضارع بسيط؟ حاجات بتحصل على طول، العادات والروتين بتاعي اليومي. تمام. يعني ايه يا ميس؟ تعالى نشوف اول حاجه التكوين بتاعه. احنا عارفين الاي والوي واليو ازاي البروناونز ديت او الضمائر ديت الفعل معاهم بدون اضافات. التصريف الاول للفعل يعني فعل في الانفينيتيف بدون اضافات. يعني مثلا انا مثلا عندي دلوقتي جمله اهي children play in the park. يعني ايه children؟ excellent اطفال. الاطفال بيلعبوا في الحديقه. تمام. يبقى children play in the park يعني الاطفال بيلعبوا في الحديقه. تمام كده. طيب هنا يا ميس اي وي ويو زي واي اسم جمع الفعل بعدهم قلنا بيجي بعدهم تصريف اول يعني بدون اضافات. تمام. يعني children دي مش دول زي، مش ده اسم جمع، صح كده؟ عشان كده قلت في الفعل ما حطيتش اي حاجه خالص فيه، قلت بلاي. طب يا ميس امال هي والشي والات واي اسم مفرد لازم احط اس او اي اس او اي اس. يعني احمد، مش احمد ده يعتبر هي؟
صح؟ مش احمد ده ولد؟ فقلت عليه برش ولا براشز؟ حطيت اي اس يا ميس عشان ده ولد، والولد الهي والشي والات واي اسم مفرد لازم احط في الفعل ايه؟ اس او اي اس او اي اس، وبعد كده بقول باقي الجمله. طيب بيقول لك يا ميس لو انا احنا خلاص احنا اتفقنا ان هي والشي والات بتحط في الفعل اس اهو. شي تيكس ماي براذر واتشز. طب هنا يا ميس لو انا عندي الفعل اصلا اخره مثلا اس اس او اس اتش او سي اتش او اس اتش او 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 اكس، لو انا عندي الفيرب منتهي بالحروف دي اعمل ايه؟ بحط في الفعل مع الهي والشي والات بحط اي اس، ما بحطش اس بس، بحط اي اس. تعالى نشوف المثال. My brother اخويا watches TV after lunch. اخويا ماله بيشاهد التلفزيون بعد الغداء. watches حطيت اي اس، حطيت اي اس مش اس بس عشان هي اخرها ايه؟ سي اتش اصلا. تمام؟ طيب بالنسبه للفيرب اخره واي اعمل ايه يا ميس لما اجي احط مع الهي والشي والات؟ احط اس؟ لا، هعمل ايه؟ لو الفعل اخره واي، هي ستاديز دي مثلا كان اصلها ايه اصلا؟ كان اصلها ستادي يعني يذاكر، كان اصلها ستادي كده. تمام؟ احنا بنشوف الحرف اللي قبل الواي، لو الحرف اللي قبل الواي حرف كونسونانت او ساكن بشيل الواي دي، بشيلها واضيف ايه بدلها؟ اي اس. يبقى بدل study تبقى studies، يبقى my sister studies English every day studies. خلاص؟ طيب احنا عارفين verb to be. verb to be ده جميل جدا وسهل خالص. I بتاخد am، I am. تمام كده؟ I بتاخد am، I am a boy، I am a girl. الهي والشي والات بتاخد is. طيب هنا فوق الاول I am ممكن استخدمها I am كده، خلاص ممكن اعملها am كده، او ممكن اعمل ام كده، او ممكن اعملها كده. خلاص؟ طيب الهي والشي والات بتاخدوا از صح؟ ممكن اعمل از كده وممكن اعملها كده برضو. خلاص؟ يبقى ممكن اعمل از كده وممكن اعملها كده اللي هي ابوستروف از. طيب اليو والوي ازاي بياخدوا ار؟ طب الار يا ميس ممكن اكتبها كده وممكن اعملها ابوستروف ار اي، بختصرها يعني. تعالى نشوف المثال. he is happy، they are cute، I am a teacher يعني انا معلم. تاني يبقى الاي خدت am، الهي والشي والات خدت is، الوي واليو والزي are. خلاص؟ ده verb to be. تعالى نشوف كده المثال الاكسرسايز اللي معايا ده. he read book in the morning. احنا اتفقنا ان الهي بتحب الايه؟ الاس. الهي والشي والات بتحب الاس، الهي والشي والات بتحب الاس، يبقى بدل read هتبقى reads. تمام؟ excellent. طيب the nurse help. طب مش النيرس ديت اللي هي الممرضه شي اصلا؟ طب يا مس الشي بتحب ايه؟ قلنا الاس برضو، يبقى she helps. خلاص؟ she helps. she do her homework in the afternoon. طيب she برضو بتحب الاس، بس احنا قلنا لما الفعل يكون اخره او او اس اس او اس اتش او سي اتش او اكس او زد بحط في الفعل اي اس مش اس بس، يبقى بدل دو هتبقى does. ضفت اي اس. خلاص؟ طيب هي ويك. طب هي يا ميس اتفقنا انت لسه قايله لنا ان الهي بتحب الفعل فيه ايه؟ اس. تمام، يبقى هي ويكس اب. تمام؟ نمبر 5 زي eating. احنا ايه اللي جاب الاي ان جي دلوقتي؟ احنا قلنا الاي والوي واليو ازاي بتحب الفعل بدون اضافات، يبقى بدل eating دي هتبقى ايه؟ بدل eating هتبقى eat. ماشي خليها نعملها بدي eat، يبقى زي eat healthy breakfast every day. تمام؟ vegetables they gave us vitamins they are healthy. الفيجيتابلز دي الخضروات دي gave دي مادة فعل في الماضي، مش عايزاها ماضي عايزاها مضارع. بدل give هترجعها تاني، عشان كده بقول لك نحفظ تصريفات الافعال. يبقى give دي هنخليها تاني مضارع تبقى give. خلاص؟ she sleep for 9 hours every night. طيب she الفعل معاه بيجي ماله؟ مش احنا لسه قايلين يا ميس انت قلتي ان الفعل على الهي والشي والات واي اسم مفرد بيحبوا الاس، يبقى she sleeps. حاتم watch TV in the evening. حاتم watch TV in the evening يعني ايه؟ حاتم watch TV in the evening. احنا عملنا دي ولا ما عملناهاش؟ عملناها صح؟
دي eat ودي give. تمام. she sleeps برضو دي احنا عملناها. طيب حاتم watch. طيب حاتم يا ميس انت لسه قايله ان حاتم ده هي صح؟ والهي بتحب الاس في الفعل، بس دي واتش واحنا اتفقنا لما الفعل يكون اخره سي اتش بنحط ايه؟ بنضيف له اي اس. واتشز. تمام؟ طيب اي تيكينج. في حاجه اسمها لا مش عايزين اي ان جي، انت قلتي يا ميس ان الاي والوي واليو ازاي ما بحطش حاجه في الفعل، يبقى اي تيك. خلاص؟ مريم. طب مريم دي مش مريم دي شي؟ هي مريم تاخد ار؟ شي تاخد ار ولا ايه؟ احنا قلنا ورا شي تاخد از. تمام. يلا نصحح الخطا. read and correct. he are. احنا خلاص عارفين ان هي والشي والات بتاخد is. excellent. يارا and رنا helps. طب يارا ورنا مع بعض مش دول جمع؟ مش دول يبقوا زي يعني هما صح؟ يارا ورنا ياخدوا الفعل فيه اس؟ لا، لو يارا بس يا ميس او رنا بس كانت عشان دي شيء بحط اس، لكن دول اتنين واحنا الجمع عندنا ما بحطش فيه اس، الجمع عندنا ما بحطش فيه اس، يبقى هلب بس. الجمع عندنا ما بحطش فيه اس. طيب healthy food gives me energy. الطعام الصحي gives، بس هنا foods يعني الأطعمة الصحية، يبقى ده جمع، يبقى ما ينفعش احط اس في الفعل صح؟ اهي يبقى شيل الاس، يبقى بدل gives هتبقى give. Farmers grows many crops in Egypt. Farmers مش دول farmers، دول مزارعين، دول جمع يعني زي، يعني الفعل معاهم ما بحطش فيه اس خالص، الجمع ما بحطش اس، يبقى grow بس من غير الاس. ماشي؟ من غير الايه؟ الاس. She go to school by bus يعني بتمشي للمدرسة بالاتوبيس. She go. طب يا بس انت لسه قايله ان هي والشي والات بتحب الاس، يبقى بدل جو هتبقى بدل جو هتبقى ايه؟ جوز. جوز. ليه يا ميس؟ عشان انت قلتي ان الفعل اخره او، لما الفعل يكون اخره او بحط اي اس مش بحط اس بس، يبقى جوز. خلاص كده؟ تمام كده يا شباب، احنا خلصنا اليونت التو ليسنز الاولانيين. ان شاء الله باذن الله اللي هبعت لكم الهوم ورك او الواجب في المنصه ان شاء الله، والمره الجايه نتناقش فيه باذن الله. اهم حاجه نذاكر كويس، وان شاء الله كل حاجه سهله جدا ما فيهاش اي حاجه ولا في اي لخبطه. ربنا معاكم ان شاء الله وبالتوفيق. see you next time ان شاء الله. جود باي.